السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى وأغلى متابعين. نتمنى يا رب تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله كما شفتوا في العنوان غنقدم معكم واحد الطبق اللي كيجي هائل وبنين وما غتشبعوش منه، الكرومب أو ليشو أو الملفوف معمر بواحد الحشوة بنينة على الطريقة ديال إخواننا المشارقة. وأيضا غنقدم معاكم مركز الليمون الحامض على طريقتي بلا حكان وبلا عذاب، والنتيجة روعة. وأيضا غنشارك معكم الحامض مصير اللي كيجي معسل وريحته يا سلام. وبما ان هاد الوصفات يعني بساط في طريقه التحضير وكذلك يعني شارحين راسهم، غادي نقدمهم معكم ان شاء الله وانا كنناقش واحد الموضوع اللي هو حديث الساعه. كما شفتوا في العنوان الدكتور الفايد بين الحقيقه والخيال. بسم الله على بركه الله. عطروا فمكم معايا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ان شاء الله غنناقش معكم الموضوع ديال الدكتور الفايد اللي خلق ضجه مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما كنعرفوا ان الدكتور الفايد هو انسان باحث ودكتور في علم التغذيه. باش ما نكونوش مجحفين في حقه وما نكذبوش على الله، يعني خدينا منه واستفدنا منه الكثير. يعني اول ما بدا الدكتور الفايد كانت الام ديالي الله يشافيها ويعافيها ويشافي جميع امهات المسلمين، كانت يعني مدمنه على المحاضرات ديالو وعلى البرامج ديالو. كانت تقنعنا دائما اننا نتصنتوا له. في الاول ما كناش صراحه مهتمين، ولكن من بعد من اللي سمعناه لقينا عنده ما يتقال، وفعلا تبعناه ونقينا الاكل ديالنا وعرفنا ولينا كنعرفوا اش كندخلوا لفمنا بخلاصه. هادشي كله ما غاديش نكروه، وهادشي علاش اليوم انا بغيت نهضر في هذا الموضوع. أنا ماشي عالمة ولا باحثة ولا طبيبة ولا فقيهة، أنا يعني مواطنة مغربية مسلمة بالدرجة الأولى. يعني ضريت من سمعت الكلام، خصوصا خرج من هذا الشخص اللي أنني كنت كنعتبره أخ أكبر أو أب ناصح. كنا كنقولوا أن المغرب بخير مادام الدكتور الفايد فيه، وكنقولوا كانوا عير 10 منه. يعني في المغرب كن تقدم هذا المجال ديال التغذية كون راه فين وصلنا. ولكن للأسف يحز في خاطري أن هذا الإنسان تعدى الحدود ديالو وخرج على نطاق الصواب. السي الفايد كان راس ولا رجلين، إلا كلام الله فهو ماشي غير خط أحمر، فهو شيء مقدس ما يمكن لكش تجرأ عليه لا أنت ولا غيرك في كل زمان ومكان. حيانا الله احتاج الفايد من بلدتنا ومن بني جلدتنا يصف ديننا العظيم بالعقيم. قال لك أسيدي وألا خاصنا دين جديد يتماشى مع الغرب واستهزاء بآيات الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال لك هذه الآية بلها وشرب ميتها. كما طعن في المذاهب الأربعة، الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والحنبلي، حتى ابن كثير لم يسلم من فمه. وحتى معجزة الإسراء والمعراج قال عليها خزعبلات. المهم هنا سمحوا لي أنا كنخلط الدارجة مع اللغة العربية باش هكا الإخوان ديالنا المشارقة حتى هما يفهموني. عندي متتبعات يعني من دول يعني عربية، بحكم أن السي الفايد الله يعطيه الخير كل شيء ساق لي الخبار. المهم وملي خرجوا شيوخنا الكرام ينهيوه على داك الشيء اللي تيقول، يعني شتمهم وسبهم ونقص منهم، مع أنهم تعاملوا معاه بكل أدب وقدموا له النصيحة. ولكن السي الفايد العجرفة والغرور ديالو منعوه أنه يعتذر، بل بقى مصر على الموقف ديالو وقال أنا جيت من واحد القوم لا نعتذر. السي الفايد راه من تواضع لله رفعه، ومن قال لا أعلم علمه الله ما لا يعلم. كتقول علماء التغذية هم اللي خاصهم يفسروا لنا القرآن ويوليو يصليو بينا في المساجد، والأدهى والأمر أنك وليتي كتجيش متابعيك وكتقول لهم نضل الفقهاء. وشكون اللي بغيتيها السي الفايد يفسر لنا القرآن؟ كثير وعوير وثالث ما فيه خير. وبغيتي تدخل لنا أديسون السي الفايد الجنة، ونسيتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله قال إن الله حرم الجنة على الكافرين. السي الفايد لقد قيل أن العلم 3 أشبار:
يعني شبر شبر شبر. فمن دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. إيوا راه السي الفايد راك باقي تالف غير في الشبر الأول. الله يرد بك. ضربتي في الأحاديث الصحيحة للشيخين البخاري ومسلم، وضربتي في الثوابت والعقيدة والمسلمات، وبغيتي تخلق لنا دين جديد، ولكن راك غالطة السي الفايد. المغرب مهد الحضارة، وعلماءنا الأجلاء اللي انت ما عطيتيهمش قيمة. فهناك علماء وشيوخ من جميع الدول العربية كيشهدوا بالكفاءة والعلم والورع ديال هاد العلماء ديالنا الأجلاء، اللي أغلبيتهم ما تيبانوش يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. 14 قرن والله حافظ القرآن من أي تحريف، باش تجي انت في آخر الزمان وتقول خاصنا نغيروا هذا القرآن. عرفتي بحالاش يعني فايش فكرتيني السي الفايد؟ وقع لك بحال كمال أتاتورك ملي نهارت الإمبراطورية العثمانية وتولى الحكم. كمال أتاتورك قال نفس الكلام اللي قلتي السي الفايد. قال نحن في عصر الصناعة والحضارة والعلوم، ما عندنا ما نديروا بواحد الدين اللي كيهضر على التين والزيتون. يعني هنا استهزأ بصورة التين والزيتون. بقى هذا كمال أتاتورك على هذا الكلام، ومصر على كلامه حتى ابتلاه الله بمرض، حتى واحد ما كان كيقدر يقرب ليه إلا أن مات. وهذا المرض آنذاك كان يسمى بالنمل الأحمر. ومن بعد سنوات اكتشفوا يعني العلماء أن علاج هذا المرض كان في زيت الزيتون. يا سبحان الله. إذن السي الفايد، من أراد الله به خيرا فليفقهه في الدين، ماشي في الحلبة والزنجبيل. القرآن جا جامع جميع العلوم الدنيوية والأخروية. انت اللي كتستشهد بالعلماء ديال أوروبا في كلامك دائما وفي كل، ما عرفتيش أن كل يوم علماء في الطب والهندسة والفيزياء والإحصائيات من أمريكا وأوروبا كيدخلوا الإسلام، لأنهم لقاو أن الدراسات والحقائق اللي توصلوا لها كلها مذكورة في القرآن، في الوقت اللي كان ما فيه لا مجهر ولا علوم ولا رياضيات ولا فيزياء ولا غيرها. كفى يا فايد، كفى يا فايد استخفافا بعقول متابعيك. فعلمك هو علم بطون وفروج، لا يساوي شيئا إذا لم يكن محاط ومقنن بالدين الإسلامي. ماشي العلم ديالك اللي غادي يخرجنا من الظلمات إلى النور، لأنه أول ما نسأل عليه غدا يوم القيامة هو الصلاة، وما غاديش يسولنا الله على الخميرة البلدية. حتى الحجاب ذكرتيه بسوء. العلمانيين والملاحدة ركبوا على الموجة ولاو كيناصروا كلامك. شجعتي على المثلية، يعني ماشي تشجيع يعني باين، ولكن ضمني تشجيع ضمني، راك شجعتي على المثلية. السي الفايد راك خسرتيها مع كل شيء. وكما هاد الناس واللي انا وحده منهم طلعناك ووصلناك لهاد المرتبه، كون اكيد كل شيء غادي يحطك في مكانتك الصحيحه حتى ترجع لصوابك. خلاها المثل المغربي غنحطوك سطل بلا تقرقيب. هذا وقت الفتن، وانت بغيتي تزيدنا فتنه على فتنه، بغيتي تفتن الناس على دينهم وخرجتي على الجماعه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعه، ومن خرجتي من الجماعه راه استقبلك الشيطان بالاحضان. صراحة كان الدكتور فايد أحب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه، ونصرة الحق واجبة على كل مسلم. وأخيرا الدكتور فايد، والله لا نريد بك سوءا، ونحب أن ترجع مكانتك في نفوس الناس كما كانت، ويستفيد منك الناس في تخصصك، وأن يردك إليهم مردا جميلا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. نتمنى ان شاء الله الوصفات ديال اليوم تكون راقت الاستحسان ديالكم، واللي عجبوا الموضوع ديال الفيديو اليوم وكذلك الوصفات يخلي لي لايك، باش هكا يعني الفيديو يشوفوه عدد كبير من الناس وتعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو جديد ونهار جديد، مع السلامة.